الأهلي الضعيف المهتز يتعادل مع آخر الدوري. الأهلي يتعادل مع شبيبة القبائل الجزائري. النتيجة العادلة 5-0 لشبيبة القبائل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة النادي الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي دخل المباراة وهو متصدر المجموعة ب8 نقاط، وشبيبة القبائل نقطتين آخر المجموعة. لك أن تتخيل إن الأهلي أول المجموعة هو رايح الجزائر ما هوش عارف إيه هدفه ولا إيه دوافعه، عاوز يفوز ولا عاوز يتعادل ولا عاوز يتهزم. أداء فريق الأهلي النهاردة سيء للغاية، لدرجة اللي مفيش باصة عدلة، مفيش تكتيك، مفيش دوافع، مفيش أهداف، مفيش هجمة منظمة للأهلي، مفيش كورة بين الثلاث خشبات طوال 94 دقيقة. الأهلي نزل الشوط الأول وهو ما جاش من مصر أصلا، ما راحش الجزائر، بطء شديد، تمريرات مقطوعة، مضغوط طوال الشوط الأول. الشوط الأول تتخيل 4 أهداف ضائعة من فريق شبيبة القبائل الجزائري. مصطفى شوبير بيلاعب شبيبة القبائل لوحده. الأهلي ما عندوش دفاع بالمرة، ما عندوش نص ملعبه. محمد بن رمضان ما هوش واقف على رجله. الهجوم أشرف بن شرقي وتريزيجيه ما راحوش. مروان عثمان بيعافر لوحده قدام. ده تقريبا ملخص الشوط الأول. الشوط الثاني الأهلي اتحسن بعض الشيء، ولكن بطء شديد، تمريرات كلها مقطوعة من لعيبة الأهلي. لعيبة الأهلي مش قادرة تقف على رجليها. مفيش تكتيك في الملعب، مفيش روح في أداء النادي الأهلي، مفيش أي دوافع ولا خطة بين الأهلي بيلعب بيها. شبيبة القبائل اللي عنده 2 بونت آخر المجموعة شكله في الملعب أفضل من النادي الأهلي بكتير. النادي الأهلي لا استلام ولا تسلم ولا بياخد مكان، مفيش حد بياخد مكان للاعبين اللي معاه الكورة، ولا في هجمات، والدفاع وحش. مفيش غير مصطفى شوبير بيقابل هجمات شبيبة القبائل. هو ده الماتش، هو ده المباراة. مفيش شكل للأهلي لغاية الدقيقة 65 لما بدأت نفهم الأهلي بيلعب ازاي. لعب ب3 سرد باكات، 3 مساكين، بيكم وياسين وياسر. هاني يمين، كريم فؤاد شمال. محمد بن رمضان الشوط الثاني برضه مش موجود، ما هوش قادر يقف على رجله. الاهلي بيلعب قدام شبيبه القبائل ب5 دفاع. ليه؟ بالرغم من ذلك مضغوط. في 3 دقائق شبيبه القبائل لعبت فيها 10 لعيبه كانت هتجيب جولين في ال3 دقائق دول. الاهلي وحش جدا، الاهلي وحش للغايه. مفيش فرقه الاهلي، الاهلي مهزوز. الاهلي لعبته مفيش لياقه بدنيه، مفيش روح، مفيش دوافع، مفيش اي حاجه لعيبه الاهلي تقول اللي فيه فريق راح الجزائر النهارده. مفيش. الشوط الثاني برضه تصدي اسطوري من مصطفى شوبير. النتيجه العادله النهارده 5-0 لشبيبه القبائل مع الرأفه. 5-0. طب الاهلي ولا كوره بين ال3 خشبات. الراجل كاموش الجديد ده لمس الكوره 3 مرات، منهم كوره من شطفيه. بن رمضان بيستلم الكوره وبيقع، مش اول مره. بن شرقي لا عارف يهاجم ولا عارف يدافع ولا حاجه خالص. محمد هاني مفيش. اللي في الملعب مصطفى شوبير برافو، ديانج معقول، كريم فؤاد اللي راجع من الاصابه معقول، ياسين وياسين بعض الشيء، بس مفيش بعد كده. بس فين لعيبه الاهلي؟
انتوا مهزوزين ليه؟ انتوا بترتعشوا ليه؟ مفيش كوره ليه؟ لا في كوره في دوري ولا كوره في دوري الابطال، في ايه؟ المدرب لا في تكتيك ولا في تحضير للماتش، لا نفسي ولا معنوي ولا تكتيك ولا حاجه خالص. لله الامر من قبل ومن بعد. بالشكل ده احنا مش هنكمل لا في دوري ولا في دوري الابطال يا جماعه. وانا بنقولها من دلوقتي اهو، الاهلي هيخسر الدوري العام وهيخسر افريقيا بالوضع اللي احنا شايفينه، والاهتزاز في المستوى، ولعيبه الاهلي بدنيا واقعه كلها، واجهاد غريب الشكل، واحنا ما لعبناش حاجه لسه. زي ما عودناكم في اخر كل مباراه اللي احنا بنقيم اداء لعيبه الاهلي. والله انا ما انا عارف اداء ايه اللي احنا بنقيموه، ولا في لعيبه اللي احنا بنقيموها النهارده يعني. مصطفى شوبير 10، محمد هاني 4، كوكا 3، ياسر ابراهيم 4، ياسين مرعي 5، ديانج 6، مروان عطيه 4، محمد بن رمضان 1، بن شرقي 2، تريزيجيه 2، مروان عثمان 5، طاهر 4، بيكم 3، كريم فؤاد 5، كاموش 1، يستر مدرب الاهلي 4. شكرا لكم والى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.